ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عيد بصراحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، عشان كده انا طالع بالكوفيه دي اللي ما بتطلعش غير في المناسبات الخاصه او في اللحظات الخاصه. بس النهارده بجد يوم فارق، ويعني يوم بجد مفصلي بكل ما تحمله الكلمه من معنى في مشوار الدوري. النهارده ارسنال بيكسب ايفرتون، ومانشستر سيتي بيتعثر للماتش الثاني على التوالي في الدوري وبيتعادل مع ويست هام علشان يبقى الفرق 9 نقط، ومانشستر سيتي ليه ماتش زياده. يعني لو افترضنا كسبوه هيبقى الفرق 6 نقط، وفاضل لنا 7 ماتشات في الدوري، 4 ماتشات منهم على ارضنا. بنقرب جدا جدا جدا، ويوم مفصلي، وبنقرب جدا من صناعه تاريخ من بعد 22 سنه ما بناخدش الدوري. فاضل على الحلو 7 ماتشات، فاضل على الحلو 7 ماتشات، منهم ماتش مع مانشستر سيتي. النهارده بجد بجد يوم، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما الموسم يخلص ونتوج بالدوري باذن الله، هو ده يوم من الايام اللي هنرجع نبص عليها نقول هو ده اليوم اللي احنا بنسبه كبيره جدا ان شاء الله قربنا فيه من الدوري وخدنا خطوه كبيره جدا ناحيه الدوري. الواحد فعلا يعني ما كانش متوقع خالص ان مانشستر سيتي في ماتشين ورا بعض يوقعوا النقط قدام نوتنغهام فورست في ارضهم، ويوقعوا نقط قدام ويست هام. انا دايما بالنسبه لي ويست هام يعني فريق هوبلس، اللي هو دايما ايه بالذات قدام مانشستر سيتي، يعني حتى مش بيكسبوا مانشستر سيتي كتير، مش بيتعادلوا معاهم كتير. فكان بالنسبه لي الماتش ده انا مطلعه من دماغي خالص. قلت خلاص هم لسه موقعين نقط قدام نوتنغهام فورست، هيخشوا النهارده جازين بالذات بعد الخساره بتاعه ريال مدريد، وهيركزوا بقى في الدوري ومش هيوقعوا نقط قدام يعني فرقتين بيصارعوا على الريليجيشن في ماتشين ورا بعض. فبالنسبه لي ده كان المنطق. بعدين النهارده انت بتكسب، وبعدين بقى خلاص بتتفرج على ماتشهم كده، بتتابع النتيجه بتاع، حاسس انت مستني ان هو بعد التعادل ده الجون التاني يجي، ولكن فجاه تلاقي الماتش الوقت قاعد بيجري، ويست هام صامدين متماسكين في دفاعيا، مانشستر سيتي الكوره مش عايزاهم، الكوره مش حباهم، الكوره ما بتخشش جون. تبتدي الدقيقه بقت 60 70 80 85، انت مش مصدق لحد لما الحكم بيصفر. كنت قاعد مذهول قدام التلفزيون، مش مصدق ان الفرق بقى 9 نقط في هذا الوقت من الموسم. بصراحه فرحان جدا جدا جدا. النهارده ارسنال بيعايد علينا، ويست هام بيعايد علينا. يوم بصراحه من احلى الايام في الموسم ده، يوم من احلى الايام في الموسم ده، في ليله رمضانيه جميله، بركه، دعاء، الجو جميل، الدنيا حلوه، الواحد مبسوط جدا 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 ومش مستني فعلا. يعني الحمد لله، مش عايز اكتر من كده، مش عايز اكتر كده. يعني فاضل 7 ماتشات، ناخد الماتش بماتشه ونركز زي ما احنا، ونركز زي ما احنا. عمري ما هقول الدوري اتحسم غير لما شفنا يا اما شايلين الدوري، او الجدول يعني بالماث كده او بالماثيماتكس بتقول ان انت خلاص مستحيل تخسر الدوري. انما غير كده عايز دايما نفضل ما نحسش خلاص ان احنا حسمنا الدوري، لسه نركز ونمشي ماتش بماتش وناخد الماتشات اللي جايه. انت الحمد لله عندك بعد كده ماتش الشامبيونز ليج والاي اف ال كاب، وبعدين في انترناشونال بريك كبيره، مش هتلعب ماتشات دوري غير في بعد فتره طويله يعني ان شاء الله. فالنهارده بصراحه مبسوط جدا 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 بالنتيجتين دول. يوم مفصلي معنويا، هيأثر جدا على مانشستر سيتي، وممكن بقى تقتلهم معنويا خالص، تقتل بقى رصاصة الرحمة. لو كسبتهم كمان في نهائي الكاس هتبقى خلاص فكيت العقدة، ومعنويا قتلتهم. انا موسع الفرق معاكم في الدوري وكسبتكم في نهائي الكاس، وان شاء الله كمان تروح ماتش الاتحاد وتعمل نتيجة ايجابية باذن الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مبسوط جدا. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها، الموهبة يا جماعة مش بتحتاج حجج ولا بتحتاج وقت علشان تثبت نفسها ولا الكلام ده كله خالص. الموهبة بتفرض نفسها بالكلاس بتاعها وبالموهبة بتاعتها، وبتقنع الناس كلها، ما بتاخدش وقت. النهاردة انت عندك ماكس داومن بقاله 3 شهور متصاب، الواد عنده 16 سنة، اصغر لعيب في تاريخ الدوري يجيب اجوان. الواد حرفيا بيروح المدرسه، عنده مدرسه يوم الاثنين، يعني الواد فعلا حرفيا ليترلي بيروح المدرسه وبياخد حصص وبيلبس يونيفورم. يعني واد صغير تمام، تقريبا في تانية ثانوي ثالثه ثانوي حاجه كده، هتلاقيه في جريد 11 12 عندهم. الواد نزل ما بياخدش وقت. انت اللعيب الموهوب بيفرض نفسه، بيقنع الجماهير، والجماهير بتحبه. عشان كده الجماهير بتحب ماكس داومن جدا، علشان موهبته، علشان الفلير اللي عنده، علشان الكلام ده كله. انما مفيش بقى اكسكيوزز اللي هو اصل صغير، اصل يا جماعه جاي من دوري تاني، اصل يا جماعه بيتاقلم، اصل يا جماعه بيفضي مساحات للاخرون، اصل يا جماعه اصل. لا، مفيش. الموهوب بيبان، واللعيب الحقيقي اللي عنده كواليتي بيبان. لا
نازل خايف ولا مخضوض ولا اللي هو انا لسه راجع من اصابه ولا انا لسه صغنطوط. نزل عمل الفارق، عمل اللي لعيبه كبار في الفرقه بقالهم ماتشات كتيره جدا طول الموسم مش عارفينه. يعني انت عندك مثلا ساكا من اول الموسم مش عارف يصنع لك الفرق في الماتشات، ايزي من اول الموسم مش عارف يعمل لك الحته دي باستثناء ماتشين توتنهام، يوكريس ماتش كويس وثلاث اربع ماتشات وحش، زوباميندي ما بتشوفش حاجه، اوديجارد مصاب الموسم معظمه. فانت الحمد لله يعني ان ربنا اداك اللي يصنع لك الفارق في ماتش مهم زي ده، وفي لحظه حرجه في السيزون زي ده. انت الماتش ده لو تعادلته يعني كان بنسبه كبيره جدا كان ممكن كمان ياثر على نتيجه ماتش السيتي، كانوا هيخشوا متشجعين اكتر مثلا، مش حاسين ان هو في ضغط كده كده ارسنال وقع نقط فاحنا ايه براحتنا. انما هو انت لما انت كسبت وده حطيت بريشر عليهم ووسعت الفرق ل 10 نقط، نزلوا هم ماتشهم ايه خايفين يا معلم. فانت الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني بصراحه الواد نزل عمل الفرق بالكروس اللي عمله وبالجون اللي جابه طبعا في الاخر، والكومبوجر اللي عنده والهدوء وهدوء الاعصاب وشخصيه وقوه الشخصيه والكلام ده كله فارق قوي وباين، وهي دي اللعيبه اللي بتصنع لك الفرق. انا بس الحاجه اللي انا عايز اقولها اتمنى ان احنا يعني او ارتيتا يعني ما يبقاش مصيره، يعني ماكس داومان ده ما يبقاش مصيره زي نوانيري ولويس كيلي، عشان نوانيري ولويس كيلي الموسم اللي فات عملوا موسم من احسن ما يمكن، الاثنين من احسن ما يمكن، وممكن سكيلي كان من احسن اللعيبه في الفرقه الموسم اللي فات، والسنه دي تركن وركنه انا لحد دلوقتي مش فاهمها، بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. بس النهارده احنا كسبانين يعني، ولكن اتمنى ان ده ما يبقاش برضو مصير داومن، اتمنى ان ماكس داومن ما يتعاملش المعامله دي، ياخد الثقه يزيد ياخد دقايق اكتر. ليه لا؟ ليه لا؟ والنهارده بصراحه في رايي كان المفروض مثلا اللي يخرج مش مدويكي، كان المفروض تطلع ايزي. ليه ساكا سوري كان المفروض تطلع ساكا؟ ليه مدويكي دايما هو اللي بيخرج وتنزل جابرييل مارتينيلي اللي هو لعيب اثبت لك 100 مره ان عمر ما الحلول هتيجي من عند مارتينيلي، عمر ما الحلول هتيجي من عند مارتينيلي خالص. فبرضه بالنسبه لي مش عارف ليه ساكا لازم يلعب على طول ال 90 دي، او شفته نص الملعب نور ازاي والفرقه بقت ايجابيه ازاي، وزوباميندي مش في الملعب لعيب يعني سلبيا بيأثر عليك سلبيا بطريقه مش ممكنه، كل بساطه دايما لورا ما بيبصيش لقدام، ما بيلعبش كرة ايجابيه خالص. يعني الدنيا نورت، الدنيا نورت لما الواد ده خرج من الملعب الحمد لله. انما بصراحه مبسوط جدا لماكس داومن، مبسوط جدا بالفوز، مبسوط بفرحه اللعيبه، فرحه الجماهير وفرحه ارتيتا في الملعب بعد الجون الثاني بالذات، اللعيبه اللي لما جريت في الملعب وكله بيحتفل مع ماكس داومن، تحس ان كله في الاميريتس حاسس ان الدوري بيقرب، تحس ان ارتيتا حاسس، اللعيبه حاسه يا جماعه مش ممكن. انا يعني فعلا فعلا مبسوط جدا. انا ما شفتش الفرقه دي بتاخد دوري خالص، انا لما خدوه هم سنه 2004 انا كان عندي 7 سنين، ما كنتش يعني بتفرج على الدوري الانجليزي ومتابع، انا ما شفتش فرقه ولا مره بتاخد دوري. انا نفسي بقى الموسم ده ان شاء الله ان شاء الله هيبقى موسم الحصاد بتاع ميكل ارتيتا للمشروع اللي اتبنى والفرق اللي اتبنت والمحاوله والاخرى بتقرب بتفشل بتبعد بترجع تاني، حاجات كتيره بتحصل، ولكن ان شاء الله الحدوته تكتمل الموسم ده والقصه تكتمل الموسم ده، لان احنا نستحق نكسب الدوري، نستحق نكسب الدوري، احنا نستحق بصراحه. انت لو تتكلم في الدوري كله احنا اكتر فريق عارف يمسك نفسه دفاعيا، اكتر فريق بيكسب وهو حتى مش في الفورمه بتاعته، احنا اكتر فريق عارف ان هو ياخد الماتش بماتش وماليش دعوه بقى ان احنا بنطلع بنكسب واحنا وحشين والاداء مش كويس، الكلام ده كله كل ده نبقى نتكلم فيه ونشوف هنحسنه ازاي بعد الموسم. ان احنا وصلنا بقى لمرحله مش لسه خلاص بقى هنفضل نفكر ازاي نحسن الاداء ونعمل خطط جديده، انت خلاص 3 نقط في 3 نقط في 3 نقط، هو ده ان شاء الله المفتاح علشان ناخد الدوري باذن الله باذن الله باذن الله. وطبعا نقطة تانية عايز حابب اتكلم فيها، زي ما انتقدته قبل كده علشان بيتصاب كتير وخرج في ماتش الاف اي كاب وهو مصاب، النهارده كالافيوري بيعمل كليرنس على طريقه الكابتن ماجد، بيعمل حاجه انا عمري ما شفت لعيب بصراحه الكره بتتشاط وبيطلعها او بيعمل بلوك بالطريقه دي، حاجه كرتونيه فكرتنا بجد بالكابتن ماجد. فبصراحه زي ما انا انتقدته على الاصابات وكده لازم النهارده اديله حقه في الكليرنس ده، اللي هي الكوره كانت رايحه بنسبه كبيره جدا على الجون وعملها بطريقه انا ما شفتش في حياتي بلوك بيحصل على الكوره بالطريقه دي، ان انت تبقى واقع وبعدين تقوم رافع رجليك تاني كده بطريقه كده منشن على الكوره وتيجي في رجلك، حاجه كابتن ماجد، حاجه ما بتشوفهاش غير في الكرتون. فبصراحه اللقطه دي بالنسبه لي من لقطات الماتش في الحقيقه يعني، لان هي خلتك في الماتش ده ايفرتون كان طول الماتش لاعبين لو بلوك وواقفين ورا، وانا مش بلومهم يعني، هم عايزين يجوا النهارده يطلعوا بنقطه ويحاول يخطف من مرتدات او مثلا من كره ثابته والكلام ده كله، ولكن الجون ده لو كان دخل فينا كان هيعقرب الدنيا جدا جدا، يعني الدنيا كانت ممكن تبوظ مننا. وانا شايف ان دي لحظه فارقه في الماتش النهارده، لحظه فارقه في اليوم كله، ممكن تبقى لحظه فارقه برده في الدوري، ان الكره دي لو جت الموضوع كان هيبوخ. احنا فضلنا صابرين 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 وبنحاول ان احنا نشوف ثغره نفك منها اللو بلوك لحد ما في الاخر الحمد لله جت من ماكس داومن، من الكروس اللي عمله ومن الجون اللي جابه في الاخر، اللي هو بصراحه جون حلو جدا. وهو كمان الوقت انا مبسوط ان هو قرر ما يباصيهاش لحد وهو اللي عايز يجيب
يجيب الجون بنفسه عجبني جدا وعجبتني شخصيته جدا، ولكن كالافيوري لقطه تحسب له زي ما بنتقده لازم اديله حقه النهارده في اللقطه دي. فاضل ان شاء الله 7 ماتشات في الدوري باذن الله، 4 منهم يعني اكتر من نص الماتشات هتلعبهم على ارضك، وماتش من الماتشات القويه هيبقى ماتش مانشستر سيتي. يعني انت كمان الماتش ده لو عرفت تتعادله هتعطلهم، ولو عرفت ان انت تخطف جون وتكسبهم هناك هتبقى بنسبه كبيره باذن الله ساعتها حسمت الدوري. ولكن انا كل همي وكل تركيزي هيبقى الماتش القادم، الماتش القادم ده اللي انا مش هفكر بعد كده في اي حاجه. واتمنى ان دي الرساله اللي يكون ارتيتا بيقولها للعيبه، ودي الرساله اللي يكون اللعيبه بتقولها لبعض، اللي هو مش عايزين نحس ان احنا خلاص حسمنا دوري، مش عايزين احنا نفضل ماشيين اكن الفرق نقطه وهم ورانا على طول، ونركز لحد لما نلاقي باذن الله بقى ايا كان ماثيماتيكلي حسبناها خلاص الدنيا خلصت، ساعتها نبقى نحتفل ونهيص. انما تركيز 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 في السبرنت الاخير ده باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل التاريخ، وان شاء الله نفرح كلنا. احنا نستحق نفرح، احنا شفنا مع النادي ده ايام سودة وشفنا احباطات كتير جدا، وشفنا بصراحه يعني قلبنا اتكسر 100,000 مره 100,000 مره بقى، سواء ايام ارسن فينجر او سواء من ساعه لما ارتيتا مسك، او سواء ايام امري، او سواء ايام ايا حاجه. وفي ناس بقول لكم ما شافتش اصلا الفرقه بتاخد دوري، او كانوا صغيرين زي حالاتي مش بيتفرجوا على دوري انجليزي لما ارسنال خد الدوري، ما وعوش على فريق الانفنسبلز ده من الاساس. ولكن اوفرول يوم جميل كل يعني الف مبروك، الف 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 مبروك. وقولوا لي رايكم ايه في الماتش، وشايفين الماتشات الجايه والمشوار ازاي. وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وهسيب لكم لينكس القنوات كلها في الديسكربشن، واشوفكم الفيديو اللي جاي.